يا صباح الخير، يا صباح العمل. بعد احتفالات امبارحة، بعد المليونيات اللي شفناها بمعظم المحافظات امبارحة، فئنا اليوم من الصبح على الشغل، لأنه سوريا ما بحاجة بس نحتفل، سوريا بحاجة إنه نشتغل من شانها. الاحتفالات اللي صارت امبارحة يا جماعة بترفع الراس، كل السوريين نزلوا على الشارع. أنا لأول مرة بجوز امبارحة ما صار معنا مجال للتعبير، لأول مرة بشوف الانتماء بعيون السوريين والسوريات، لأول مرة بشوف إنه السوريين والسوريات عندهم بلد بخافوا عليه، عندهم بلد بحبوه، عندهم بلد فرحانين من شانه، فرحانين إنه بدأ صفحة جديدة. المليونيات اللي صارت امبارحة بترفع الراس بكل المحافظات. الفرحة اللي أظهروها السوريين والله بترفع الراس، بأنه فعلا فرحانين ببلدهم وبأنهم فعلا حريصين على بلدهم. لكن الشيء اللي بدي أقوله بأنه بالقدر اللي فرحتوا فيه امبارحة بتمنى أنه تشتغلوا فيه للبلد، بالقدر اللي فرحنا فيه بتمنى أنه نشتغل نعمل على كل المستويات. أنت قادر بمكانك أنك تنهض بسوريا، ولو أنك نظفت الرصيف، ولو أنك التزمت بعملك، أو أنت كطالب مدرسي نجحت وتفوقت، لأنه هذا البلد بحاجتك. راح صوتنا امبارحة، بس الشيء اللي بدي أقوله أنه سوريا بتستاهل أنه نفرح من شانها، وبتستاهل كمان أنه نشتغل من شانها، أنه نواصل الليل بالنهار من شانها. مشوارنا طويل حتى ننهض، حتى يوقف هذا البلد على رجليه، وأنتوا قدها، لأنه الانتماء اللي شفته بعيونكم امبارحة قادر بإذن الله بأنه يخليكم تنهضوا بهذا البلد، تنهضوا فيه ليعلى ويعلى أكثر. أما الشيء الثاني اللي بدي أقوله فإنه فرحتنا امبارحة ما كانت كاملة، لأنه أهلنا بالجزيرة السورية بدير الزور والرقة والحسكة ما شاركونا هاي الفرحة. أنا أملي بالله عز وجل كبير، مثل ما كان أملنا بالنصر كبير وانتصرنا، ومثل ما كان أملنا بسقوط نظام الأسد كبير وسقط هذا المجرم، أملنا بالله عز وجل إنه عيد التحرير القادم قبل 8/12 إن شاء الله رح نفرح مع أهلنا بالجزيرة، مع أهلنا بدير الزور والرقة والحسكة، لأنه بيستاهلوا يفرحوا بعد كل هاي السنين. على الشغل يا شباب، على العمل يا شباب، سوريا بتستاهل إنه نشتغل من شانها.